مجربين اليقطين؟ أنا أول مرة راح أجرب اليقطين، إيش قد ما سمعت عنه. بالبداية جبت يقطينة صغيرة، نظفتها، جيت تبلتها بالبهارات وزيت الزيتون وملح. وطبعا ليش حبيت أجرب اليقطين؟ لأنه سمعت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يحب اليقطين ومن الأكلات المفضلة عنده. والنبي يونس عليه السلام رب العالمين رزقه بأول ما طلع من بطن الحوت باليقطين. طبعا هاي الحشوة اللي دا أسويها هي اللي راح أحشي بيها اليقطينة. راح أكتب لكم المواد جوا، وطبعا أكيد وياها الرز التمن. فإجيت بعد ما حمست كل الأشياء بزيت الزيتون، خليت الرز حمسته وياهم، بعدين ضفت عليهم من مي اللحم. كمية مي اللحم أقل من مستوى الرز بشوية، وما راح أخليه يكون كامل الاستواء، تقريبا 10 دقائق وأطفيه على مود راح يكمل استواءه من نخليه بالفرن. جبت اللحم اللي كنت سالكته قبل ويا المطيبات، خليته باليقطينة، بعدين خليت الحشوة اللي جهزناها أنا وياكم، سديت اليقطينة بعدين. وطبعا ما كان عندي قصدير وما كان عندي ورق زبدة، يا دوب شوية، فمتعازة صراحة أروح للسوبر ماركت وأشتري، فدبرت نفسي صراحة. كوني مدبرة عزيزتي. المهم لقيت عندي قصدير مال الأرجيلة يفي بالغرض. بعد ما غلفت اليقطينة الجميلة مالتي، خليتها بالفرن على حرارة 220 لمدة ساعة، وأفضل لو تخلوها ساعة ونص صراحة، لأنه أني بالرغم أنه هي طيبة طلعت أول مرة أني أكل اليقطين، لكن صار عندي أنه الجزء اللي فوق ما مستوي مثل الجزء الجوا اللي محطوط على الحديدة، فأعتقد كان يرادلها بعد نص ساعة. طعمها يشبه البطاطا الحلوة، هيك بها نسيج اليقطين مثل البطاطا الحلوة، بس طبعا مو حلوة، ما بي شكر يعني سكر. والحشوة دمار، البهارات والحشوة راح أكتب لكم إياها بالكابشن. أنا بالنسبة لي حبيتها، وهذا الدليل إنه أنا خلصت الصينية وناسي مكسرات. صراحة حبيتها، والحشوة تجنن، جربوها.